حياتنا غريبة وساعات بتكون معقدة وغير مفهومة، ومن أكتر الحاجات اللي مش مفهومة هي ليه الألم. مش قصدي هنا على التعب أو المرض أو لما صباع رجلك الصغير اتخبط في رجل الترابيزة، أقصد هنا ليه الألم وليه فكرة الألم وليه لازم يكون موجود. ولو تخيلنا مثلا حياتنا من غير ألم هتكون عاملة إزاي؟ طيب أولا ليه لازم يكون في ألم؟ فكرة وجود الألم هي مرتبطة بشكل ما بوجود الإحساس. لما بنحس إننا موجوعين ومتألمين بنجري بسرعة عشان نشوف حل للألم ده. تخيل معايا كده إنك اتعرضت للحرق والحرق صاب إيدك وبدأت النار تنتشر في إيدك وباقي جسمك وإنت مش حاسس بأي وجع، وبدأ اداك إشارة إن عندك مرض، والمرض ده بيأثر على إحساسك وبيخليك مش بتحس، ونتيجة لده جسمك كله هيتحرق وحتما ولا بد هتموت. ولو افترضنا برضو إن لو حصل لك كسر وإنت مش حاسس بالكسر ده، فساعتها هتسيب نفسك لأنك أصلا مش حاسس بالكسر، وبالتالي الجزء المكسور ده هيتلف وطبعا هيعود بالضرر على باقي الأعضاء. في فحوصات أجريت على أطفال لا يتألمون أبدا ولا يبكون، وكانت النتيجة إن الأطفال دول مصابين بمرض عدم الشعور بالألم، وده بيخليهم عرضة لكل المخاطر بسبب إنهم مش حاسين بالألم، لدرجة إن هم ممكن ياكلوا لحمهم وهم مش حاسين. ولو هنلخص كل اللي قلناه ده فهو إن الإحساس نعمة من عند ربنا، والألم هو جزء من النعمة دي وصوت علشان أعرف إن في مشكلة وأجري بسرعة علشان أحلها. حاجة تاني نتكلم عنها ألا وهي تأثيرات الألم. بيقول الكاتب براين تريسي إن كل تجربة هي تجربة بناءة فعالة إذا ما اعتبرت فرصة للتعلم والنضج وضبط النفس. ولو أدرك البشر لحقيقة الألم لعلموا أنها نعمة عظيمة وهبة جليلة ومنحة كبيرة. معنى كده إن الألم لو استغلناه صح هيكون ليه تأثير إيجابي، ولو استغلناه غلط هيكون ليه تأثير سلبي، زي كل حاجة تقريبا في حياتنا. ايه هو التأثير السلبي والتأثير الإيجابي للألم؟ قبل ما نتكلم عن التأثيرات دي خلينا متفقين انك المسؤول الأول والأخير عن نوع اختيارك للتأثير ده. من الآخر يعني الموضوع بيتوقف عليك، انت اللي بتختار شكل حياتك يكون عامل ازاي وازاي تستغل كل حاجة لصالحك أو ضدك. خلينا نبدأ بالتأثير الإيجابي ممكن يكون عامل ازاي. أولا الألم بيخلينا ندرك قيمة الحاجات الحلوة اللي في حياتنا، انك تصحى الصبح وتشوف نفسك كويس، انك تعرف تروح شغلك وتقف على رجلك، دي نعمة. واحد بقى يا سيدي تعال نتخيل عكس كده، انك صحيت الصبح ولقيت نفسك مش قادر تقوم، ولما تفتح عينيك تلاقي نفسك مش شايف اي حاجة. وخلينا نزود ان جاتلك رسالة من الشغل انك اترفدت. ايه رأيك؟ حسيت بألم صح؟ بمجرد الفكرة هتعرف بقى منين ان عندك كل النعم دي من غير ما تحس بألم فقدانها. كمان الألم بيساعدنا إننا نفهم نفسنا أكتر لما نتعرض للرفض بأي شكل من الأشكال، إن كان في علاقة أو في مجال شغل أو أيا كان. يعرفنا إيه اللي ناقص وإيه اللي محتاج يتظبط ويتغير، والواعي اللي يعرف يستغل ده لصالحه ويكون صورة جديدة عن نفسه. الألم بيقوينا وبيخلينا نتخطى المشاكل وتحمل الصدمات بوعي وصبر، وزي ما بيقول المثل الشعبي يا ما دقت على الراس طبول. الطبول اللي لازم كده تواجهها في كل مراحل حياتك. ده غير كمان قدرة الألم على تعليمنا الصبر، وده بيوجهنا لحاجة تانية وهي إننا ندرك أهم قيمة في الحياة ألا وهي قيمة الوقت، خاصة قيمته في التعافي من الصدمات. ولو ندور في حياة الناس العظيمة واللي عملت فرق في الحياة هتلاقوا قصص مؤلمة جدا هي اللي شكلت الناس دي وخلتهم قد إيه مؤثرين وقد إيه أقوياء وقد إيه مثل أعلى لملايين من البشر. ومن أجمل الحاجات اللي الألم بيعلمها لنا هو إنه بيخلينا قادرين إننا نحس بمشاكل البشر اللي حوالينا ومقدرينها، وده اللي هيفرق كتير قوي في إنك توازي وتعزي وتطبطب على المتألم، وحبنا إننا نساعده خاصة لو عدينا بنفس الألم اللي هو عدى بيه. مثلا لو أنت فقدت حد غالي جدا عليك وحد تعرفه عدى بنفس الموقف ده، فانت اكتر واحد هتكون حاسس بيه وقادر انك تعزيه وتساعده، وده هيكون شيء معزي جدا لان انت حقيقي حاسس بألمه. يعني زي ما بيتقال اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار، وانت النار دي انت اتكويت بيها قبل كده. وحاجة كمان هي فاقد الشيء يمنحه بسخاء، بمعنى ان اكيد انت اكتر واحد هتكون عارف الشخص المتألم ده عايز ايه ومحتاج لإيه، لأن أنت كنت هناك في نفس الموقف في يوم ما. نيجي بقى للتأثير السلبي.
وده بيتمثل في ايه؟ اول حاجة ممكن تدمرك حرفيا هي انك تتأذى او تتألم وما يعجبكش حالك. واكتر سؤال ممكن تسأله هو ليه؟ وكأن الحلو بس هو اللي بنتقبله والوحش ساعتها نقول ليه ولا. وأسئلة كتير قوي تدل على التذمر وعدم الإيمان. يبتدي الإنسان ما يبصش غير على الشيء اللي وجعه، أو زي ما بيقولوا يبص تحت رجله وينسى كم من النعم كتير جدا ويتجاهلها. وده لا محالة هيرجعه لورا كتير، حتى مش هيفضل في نفس مكانه، بالعكس هيرجع ورا. وانت اللي هتختار بنفسك تتعلم من الألم وترضى، ومن هنا تتقدم لقدام بفكر ونضج جديد، ولا هترجع لورا وهتفضل مستني الجديد. حاجة كمان مهمة قوي وهي منحنى الألم مع النفس. من رحمة ربنا علينا إنه جعل الألم عكس كل حاجة في الحياة تقريبا، هو إنه بيبتدي كبير وبيصغر مع الوقت. مراحل تخطي الألم. أول مرحلة هي الإنكار. الإنكار هي المرحلة اللي بيكون العقل فيها خايف من حدوث الألم، فبيحاول بكل الطرق إن هو يهرب من الواقع ويرفضه بمنتهى القوة. مثلا لو كنت في عزا وشفت حد والده أو ابنه أو حد قريب جدا منه تحس إن هو عادي ويقولك تمام وراضي بقضاء ربنا، وتلاقيه عنده سلام كده وهدوء، فأنت تستغرب إزاي هو مش موجوع ومش متضايق كده ومش متألم كده. هو الفكرة إن هو في مرحلة الإنكار، بس بعد كده هيعدي بمرحلة تانية وهي الغضب. في المرحلة دي بيكون الشخص تقبل الواقع خلاص، واللي بيخليه في حالة دائمة من العصبية والتذمر علشان خاطر المشكلة اللي اتعرض ليها. وهتلاقي لو حد قريب منك عدى بده هتلاقي أقل حاجات ممكن يخليه يتعصب ويثور بشكل غريب جدا، حتى لو الموقف أو الشيء لا يستدعي ده، عشان في الأصل هو اوريدي تعبان. وفي مرحلة الغضب ده بيحصل عادي جدا. تالت مرحلة هي مرحلة الحزن والاكتئاب. بعد لما الشخص بيتقبل الواقع خلاص بيرجع يحلله بكل تفاصيله ويبدأ عقله يستوعب واحدة واحدة اللي حصل، وده اللي بيقوده الحزن شديد وبيتطور بعد كده معاه الاكتئاب. ومش بس بيقف على إحساس الحزن والاكتئاب، ده الشخص بيبتدي يخش في مراحل نفسية مصاحبة كمان بأعراض جسدية زي الشعور بالصداع واضطراب في ضربات القلب وألم في الصدر، غير بقى آلام القولون العصبي والتهابات المعدة اللي مش بتخلص. وبعد كده بتحصل المرحلة الأخيرة والجميلة ألا وهي مرحلة التقبل، وفيها مشاعر بتهدى والعقل كمان بيبدأ يتقبل الموقف ويتعلم منه وتبدأ تمارس حياتك بعد كده. المراحل دي مشتركة تقريبا في كل حالات. لو انت حد قريب منك ما بقاش موجود، لو شريك حياتك فصلت عنه، لو حصلت لك أزمة نفسية ووجع كبير قوي في حياتك، برضو هتعدي بالمراحل دي. فزي ما قلنا ما تستعجلش لأن الوقت قادر إن هو يصلح كل حاجة. طيب يجي أهم سؤال، إزاي نتعامل مع حاجة كبيرة قوي بتسبب ألم ألا وهي الصدمة؟ نرجع نقول تاني، أهم حاجة في التعامل مع الصدمة والألم هي إنها تاخد وقتها. بمعنى إيه؟ بمعنى إننا لازم ندي نفسنا وقت كافي للتعافي وما نستعجلش. وزي ما أي مرض عضوي بياخد وقت كبير للتعافي، هكذا برضو أي حاجة مرتبطة بالنفسية لازم ولا بد نديها الوقت الكافي. ولازم يكون عندنا وعي إننا كلنا معرضين لفكرة الألم، ونفهم إن الألم هو جزء من تجربة الحياة لازم يكون موجود. مفيش حد مهما كان كويس وصالح متعرضش للألم، وزي ما وضحنا في بداية الفيديو إن الألم ده هو نعمة كبيرة وجزء من نعمة الإحساس. يبقى مش الطبيعي إن ننكر النعمة الحلوة دي. يعني بالمختصر المفيد، جزء كبير جدا من إنك تخطى الموضوع ده هي إنك تتقبل فكرة وجودها، تتقبل فكرة إن لازم هيكون موجود ولازم هتعدي بيه في يوم ما. الألم شئت أم أبيت هيجيلك بأي شكل ممكن، المهم بس تعرف إنه معاك مش عليك. وعلى قد ما الألم بيعلم لكنه بيعلم. لو عجبك المحتوى اللي بنقدمه يا ريت تدعمنا على كل المنصات وما تتفرجش من غير ما تتفاعل عشان ما تتسببش لينا احنا بقى بألم. بس كده، اشوفكم على خير، سلام.